طيب آخر مستجدات الزمالك تجديد إيشو، أنس أسامة والتلات ناشئين اللي مشيوا. الواحد جد من اللي بيحصل، لأن كل اللي بيحصل عكس المنطق. يعني بس في الأول الواحد حابب يشكر إيشو إن هو جدد ورضي يخفض عقده في زمن في بزيرة وشيكو بنزا قاعد ياكل التتينة ومش راضي يجي. عبد الله السعيد، يا جدع يا عبد الله السعيد، ده انت عندك 42 سنة بتتنك علينا تقول الفلوس تسمع في البنك، انا هسمع في التمرين. يعني انت يا اخي، احنا حييناك، احنا ردينا فيك الروح. انت كنت مع بيراميدز ما بيشوفكش الا 3 تنفار بوجبة و150 جنيه يقعدوا يشجعوك. الجمهور هنا بتاع الزمالك رد فيك الروح وشجعك وخدت الدوري بعد ما كانش عندك امل تاخد الدوري لحد ما تعتزل. بعد ما مشيت من الاهلي خدت السوبر الافريقي، خدت الكونفدراليه، تتنك علينا عشان 8 مليون جنيه. هو انت ناقص ملايين؟ يعني 8 مليون جنيه دول يجوا ايه في ثروتك يا عبد الله يا سعيد؟ عشان اخر سنه ليك مع الزمالك تختمها كده تكره الجمهور فيك، وموقف عمره ما هيتنسي. ليه تختمها كده؟ المهم ايشو جدد بعد ما رضي ينزل عقده. ايشو ده المفروض يبقى كل الدعم ليه حتى على بزيرة الموسم الجديد، لان هو مستقبل الزمالك ومستقبل. ايشو ده مصطفى فتحي التاني، زيه زي مصطفى فتحي، زيه زي هيثم حسن، بس ياخد فرصة. هو الواد ما بياخدش فرصة، ومعتمد جمال بيلعبوا باك شمال. انت مهاجم وينج رايت، ازاي تلعب باك شمال؟ يعني فيلعب في مكانه، نقف في ظهره وندعمه، هيسد. ده بالنسبه لايشو. بالنسبه للناشئين بقى، اللي الناس طلعت تدافع عن مجلس الاداره، يقول لك هو انتوا شفتوهم بيلعبوا دول مش عارف ايه. هو انتوا يا جدعان حد شاف حمزه عبد الكريم بيلعب علشان يروح برشلونه وبيلعب في الفريق الاول في برشلونه؟ انت واحد زي انس اسامه ده، ولا الناس كلها بتقول لك ده خليفه شيكابالا. حازم امام ذات نفسه قال لك ده لعيب كويس جدا جدا جدا. حازم امام الكبير. انت كابتن حسين يا سيد بتفهم كوره عن حازم امام؟ تروح ماشيينه ادي بعد يومين مضى في الاتحاد. طب انت ما كنتش عارف تعمل له عقد وتطلعه عرض للاتحاد ب3 ولا 4 مليون جنيه؟ مش هقولك 10 مليون جنيه، يمكن بعديها يجي له عرض احتراف. هو احنا ليه بنعمل كده؟ انت عندك الموسم ما القيد مقفول، فطبيعي انك ما تتخلاش عن اي لعيب. اي لعيب ما تتخلاش عنه باي طريقه من الطرق. والناس بتفكر ازاي في الزمالك؟ انا مش فاهم. عندك الجناحين مش راضيين يرجعوا لك، تروح ممشي جناح؟ يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه. ومش فاهم الناس بتفكر وانت داخل على بطوله افريقيا. يعني انت المفروض تبقى مستعد، بتعمل كل ده وانت داخل على بطوله افريقيا. حاجه بشعه وحاجه صعبه، وموسم اسود من اوله، من قبل ما يبدا الموسم اللي احنا مستنيينه والرجوع لافريقيا. طيب بالنسبة بقى لبيزيرا وشيكوبانزا، بتقولوا ده ما جون ادوارد. تقدر تقول لك جون ادوارد هو اللي مش عايزهم يرجعوا. طب ما انت اديت فرصة لجون ادوارد يستفرد باللعيبة. على الاقل يا اخي اقعد معاه ساعة التعاقد وفهمه ان الفلوس انت اللي متحكم. ما اللعيبة خايفة. ما انا لو الراجل اللي بيقبضني في الشركة بتاعتي مشي، هخاف اقعد في الشركة، اقول مش هلاقي حد يقبضني، هبقى عايز امشي وراه على طول. فانت كرئيس نادي لو كنت بتقعد مع اللعيب، ولا ايا كان المسؤول عن ملف الكوره بيقعد مع اللعيب، لما جون ادوارد بيجيبه بيتعاقد معاه بيفهمه ان انا اللي متحكم في امورك الماليه، وان القرار الاول والاخير ليا، ويبقى بتواصل معاه، ويبقى في ما بينه وما بينه ثقه، كانش يفرق معاهم جون ادوارد يمشي ولا لا. انما انت ما صدقت هربت من المسؤوليه علشان الفشل اللي كنت فاشله قبل كده. وسبت كله بقى لجون ادوارد. دلوقتي جاي تعيط؟ جون ادوارد ولا قال له همشيك مش احنا؟ امسك خوان بزيرة، بس هتمسكه ايه؟ هو راضي يجي؟ قول له يا باشا هات لي بطولة افريقيا زي ما مرتضى منصور عمل مع مصطفى محمد لما كان عايز يحترف. قول له هات لي بطولة افريقيا او العب معاه بطولة افريقيا، واول عرض هيجي همشيك. مش يمكن ناخد البطولة وتلعب كاس عالم للأندية ويجي لك عرض مثلا؟ يعني اعرف اتكلم معاه. انما انت مش عارف ترجعه من البرازيل، وشيكو بنزا مش عارف تشيل التتينة من بقه. يعني كتر خيرهم ادم كايد وعداء الدباغ انهم قاعدين في مصر بيتدربوا مع جميل ده تدريبات خاصة. فحاجة يعني تقرف بصراحة. حال الزمالك يقرف، يقرف. وربنا يكون معانا. الزمالك
ملوش غير جمهوره زي ما بقول كل فيديو يعني. مستني يدعموكم بلايك وفولو. ربنا يستر عليكم.